العباس هانزي فليك خبزنا وخبز أهلنا وخبز الحاضرين والغايبين، والصدارة برشلوني. الله لا يوفقك يا تشابي ألونسو. أنا شباب من الشباب، أحلى شباب، مرحبا. انتهت منذ قليل أحداث الجولة السابعة من الدوري الإسباني بالمباراة يلي جمعت بين الاف سي مخطط البرشلونة المتصدر وريال سويسيداد بفوز برشلونة بنتيجة 2-1. وتم افتتاح شريط الأهداف من ابننا اودريازولا حبيب الملايين، الملك الجميل، بحط جول. ويا فرحة ما تمت للملوك لا حتى يجي هانز فليك العباس الأصيل يقول له انت وين رايح لك عمي؟ اليوم اللعبة عنا وثلاث نقاط فيها صدارة، عافسك وعافس فريقك بنص الملعب، وقد حصل وقد كان، والبرشلونة بيفلت على فريق سويسيداد مثل الجراد. وطبعا كان في ضغط كتير كبير من قبل برشلونة على مستوى 90 دقيقة خلال المباراة. جول كوندي تفعيل وضعية الطيران، راشفورد تفعيل وضعية الاسيستات تبع الجوال، والجول الاول رفع بنطحة عدى برشلونة. انت لك عمي ابو شعرات شقر، التهب النسوان، يستر عرضك، اترك لهي اللعبة، والله مؤذية، هي مؤذية للنفسية. شو نزلك لك حبيبي؟ قال ابو جمال نزل من هون، اسيست من هون وحط جول، بس التغى، بس طبعا يعني متسلل شي 3 امتار يعني. لك عمي انت شو وضع اهلك؟ شو حلتك؟ طيب والله ما لك حل، شغلة مذهلة. هلا نزلت، انساها شوي، مثل هذا راس التبن اللي عندنا نيلسون مانديلا، انساها شوي. قلدوا لفينيسيوس، جرب. لا مو بس مو نسيانة، دغري لمسي جول خالصين يعني. سلموني الطابي شو كتير كأنه هيك أخذت معكم وسويسيداد، شو هذا يعني؟ شو هيك التفاهة هي؟ نزل صنع جول بس يعطيكم العافية. الله لا يبارك لك انت الثاني. نحن ما يعني ما بكفي نحن عنا هدول المساطيل يلي الله بالينا فيهم بالفريق، بتجي انت كمان بتسود لنا عيشتنا اليوم. لك عمي خدها دادي دادي، شوي شوي القصص بالرواق. نزل حط اسيست من الباب، حط جول، وهاي السوا تحماي هاي. لسه ما بلشنا. يمين شمال يصنع، والليفاندوفسكي بيسجل براسه جول مثل السم، بدق بالعارضات كلها وبفوت جول. صار 2-1. طبعا ما بدنا نغفل دور حارس سويسيداد يلي حرفيا اليوم كان تشيليفرت معدل على فاندر سار. ريميرو اليوم عامل مباراة خيالية. حارس سويسيداد شايله شي 3-4 جوال حرفيا يعني. حتى لعيبته قالوا له انه نحن ما خبرناك، كمان نحن عم نلعب مع برشلونة. حاولوا يحطوا يعني على حالهم لعيبة سويسيداد، بس انه لا، انه يا شباب هنيك نحن بدنا نشوط على هداك الجهة مو علية يعني. فكمان فعل وضعية الطيران وطار لجوا الجول وشال الطابة. بتحسها شيء مثل يعني، بتحسها سلو موشن الحركة، كيف رجع لورا مع الطابة وشالها، وشيء مذهل يعني. هاي كابتن ماجد ما صارت فيها. فاليوم ريميرو حارس سويسيداد قدم مباراة خيالية. بنفس الوقت برجعوا بقول لكم برشلوني دائما ارتاحوا وتنفسوا اذا بيغيب كل الفريق. طالما بيدري موجود، ديونج موجود، اموركم بالسليم 100%. انت ماسك نص الملعب، انت في عندك استحواذ، انت في عندك سيطرة على الطابة يعني. بنفس الوقت انت قادر تتحكم باللعب، لانه هذا المدرب يلي بيعرف يدير اللعبة. فريق السويسيداد من اصعب فرق الليغا، وانا سبق وقلت حتى بالمباراة اللي ربحناهم فيها على ارضهم من اصعب المباريات، واعتبرت انه 3 نقاط من اهم ما يكون بالليغا يعني. فعليا الفرق تبع مدريد برشلونة بتواجه تقريبا 3 ل4 لعب صعبين خلال الموسم. عندك سويسيداد وحدة منهم 100% ذهاب وإياب. عندك فيك أكيد بالشكل الطبيعي أتلتيك مدريد، وشفته يعني الله لا يسامحك أنت امبارح شفته كيف لبسنا 5. في عندك كمان لعبة أتلتيك بالباو دائما 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 صعبة، سواء بالسان ماميس أو عندك بالأرض تبع مدريد أو برشلونة. وعندك آخر لعبة دائما كمان بتكون بتعذبك كتير، هي الفياريال. هدول الفرق الأربعة بغض النظر عن ترتيبهم، فالنسيا شيلوه من القائمة نزلوه لتحت سابع أرض، هذا ما بقى يكون موجود بالدوري الإسباني. وطلعوا لنا فرق جديدة على الأقل تلعب شوي، ما فيك تعدوا مع الفرق.
للأسف الشديد طبعا، بس انه اليوم برشلونة بيفوزوا على سويسيداد، يعني كمان جاب 3 نقط من اهم النقط بالدوري. وطبعا اسا عنده امتحانين، يعني معلش عدم مؤاخذة كتير فشتوا فيها امبارح، يعني انه تبع المدريد ووين المدريدي وين وكسرنا عين وهاي الاجواء، وتبع الطم بترتاح وصياحك طرب. معلش هدونا كمان، روقونا. يعني اكيد اللي صار امبارح كتير مزعج وبيقهر جمهور المدريد، بس بنفس الوقت هي 3 نقاط بتقبلها. ما بتقبلها هي هيك يعني. ما كانت لازم تخلص النتيجة بهي الطريقة، كارثية كانت 5-2 وكتير تقيلة. بس بنفس الوقت يعني هي سباق على الدوري، وإساتنا عم نحكي عن الجولة السابعة. فريق جايب 18 نقطة من أصل 21، والفريق المتصدر اليوم صار معه 19 نقطة قدام مين؟ قدام ريال مدريد يلي قد معه، يلي معه 18 نقطة. صرنا بالمركز الثاني. والحقيقة هانزي فليك اليوم دار اللعبة بطريقة كتير مهمة، وشفنا التبديلات. صح يا دبل ركن الملوك، خلينا على الملوك مشان ما نلاقي لك هيك هلأ شيء نيك نيم كويس نظبط لك امورك ونهندز لك وضعك من هون لاخره الدوري. هاي اللي صار امبارح نحن بدنا نحاول ننسى، بدنا نحاول ننساه ونبني عليه، مو نحاول ننساه ونعفس لقدام، لانه بس انعفست فاري ما اهلك انا 100%. فتعلم، شوف فليك كيف ببدل، شوف كيف بيقتل اللعبة. أكيد تبديل كاسادو مثلا بآخر لحظة هذا قتل اللعبة، واضح يعني. أكيد ما بده ينزل يدق الأرض ويطلع على أساس أنه يتسجل ضمن ال 11 لاعب اللي كانوا عم يلعبوا، مو هذا الهدف يعني. بده يقتل اللعبة. نزل إيريك غارسيا، ريح جيرارد مارتين. شفت مين بتطلع ومين بتنزل؟ امبارح مطلع لنا أردا جولر هو الشغال بين الموجودين. نزل لامين يامال، كمان سحب راشفورد، نزل فيران توريس. يعني فعليا انت ما عم تقتل جهة، مانك عم تداور. يعني لحد هاللحظة نحن الفريق عنا ما عم يثبت على تشكيلي. لا، فليك واضح في تشكيلي واضحة. اوكي هو بالاصابات ما عم يقدر يثبت على تشكيلي. يامال صار له مصاب فترة، انضم له رافينيا، بس الزلمة عنده شكل واضح بالملعب. لحد هاللحظة بنقبل او بنرفض، برشلونة عم يدير اللعب بطريقة كتير صح، وعم ينتهز الفرصة مثل اللي صار اليوم، وخطف 3 نقاط كتير مهمين، لأنه قدام سويسيداد الصعب كتير. نجي لعند لعيبة سويسيداد، قدموا مباراة كتير منيحة، بس أنا فيني أفهم شغلي من أبوك عمي أويار زبال. ليش عدورنا بتقلب روماريو وكوبو؟ يعني صحيح اليوم شفطوا لتشيزني عارضة رنت رن، بس بنفس الوقت انت ليش عدورنا بتصير كابتن ماجد؟ حرفيا انت ابن اليابان، انت الكابتن ماجد. يعني بتصير اذا قدامك 6 بتلف 7، اذا قدامك 8 بتلف ال11. هون ما عاد تعرف تخلص حالك بين لاعب واثنين. ليه؟ هلا حدا بيقول لك هاي هيبة الفريق. ايه ماشي، اتكل على الله انت كمان عمي. فالفكرة كمان لعيبة السويسيداد على مستوى الأفراد هني عناصر كتير كويسين. جيدش حلو، كارلوس سولير كان مزهري اليوم بكل رياحة، مع انه نزل بوقت كتير منيح، نزل دقيقة شي 70، يعني هسه في فضا. ويارزابال على الضيعة، كوبو جنبه. شوفي ليش عدورنا بس نحن بتتحولوا لوحوش كاسرة يعني، وليفل ابو عنتر. ليش بس تلعبوا مع برشلونة ما عاد بيطلع معكم شيء؟ شو الفكرة؟ بس انا بقدر هذا الشيء دائما. اللعب مع الابطال بيستفز الخصم باقصى درجاته، واللعب مع العالم اللي محسوبة على الابطال كمان يعني له ترتيبته. فبدنا نقول اكيد عم بمزح، اكيد مبروك لبرشلونة هذا الفوز. وبنفس الوقت استغل هانزي فليك هذا التعثر اللي صار. هو مو تعثر، هو نزل بالجورة يعني امبارح يلي صار مع مدريد، واستغل الفرصة وكسب 3 نقاط جديدة. والبرشلوني يحلق بصدارة الليغا بفارق نقطة واحدة. هسه كتير بكير، كتير مو شوي. بس طبعا يعني كانوا بيستاهلوا اليوم، لأنه لعبوا مباراة كويسة وداروها صح مع فريق كتير صعب. نرجع بنقول كتير صعب، وقدم مع هيك اكيد سويسيداد قدم مباراة جيدة. كان في عندهم برشلونة مشاكل بالاظهرة، لانه كان كل اللعب
من الجهه سواء اليمين الشوارع ولا شمال الشوارع، وكانت مفتوحه الكروسات على قلب المنطقه. وعمك تشيزني سافق واضحة 100%. اليوم ما مصحصح خالص يعني، بس بنفس الوقت ما تم اختباره بالشكل المطلوب غير بشوطة وحدة هي لكوبو. بينما حارس سويسيداد ريميرو كان عامل مجهود جبار وضل مخلي اللعبة لآخر ثانية بأرض الملعب بنتيجة 2-1. كان ممكن ترجع بأي ثانية، وهذا اللي شفناه بفرصة كوبو والارتداد يلي صار من الدوستويفسكي. حلو الإنهاء، هيك بدنا اياك تنهي لقدام. يعني هاي من وين؟ من اللعبة الماضية سفقت لنا هاي النطحة اللي ضوى راسه الحارس ما شافها غير عم تكبس بسقف الجول، واليوم رجعت كبست وحدة. شوفي انت كمان شبكون شو هدوا. عرفتوا كيف؟ فمبروك لبرشلونة هذا الانتصار. للأسف الشديد تصدروا، شو بدنا نسوي؟ أمرنا لله يعني. وريال مدريد بدك تشتغل على حالك أحسن ما أفرم أهلك من هون ليخلص الموسم. عمي ألونسو يستر عرضك، زبط لي أمورك. فإلى أن يحين موعد اللقاء القادم يلي رح يجمع الملوك بفريق البرازيل 2002. تذكروا كيرات الماتي جاري تحويله للبرازيل 2002 بالتشامبيونز ليج. إلى أن يحين موعد اللقاء القادم يوم الثلاثاء الساعة 8 إلا ربع. تضلوا بألف خير وسلام.